لو انتي عروسة تعالي اقولك على نصايح مهمة جدا جدا تعمليها يوم فرحك علشان بإذن الله اليوم يعدي بسلام وأمان. أول حاجة ما تدخليش أوضتك غير المقربين ليكي بس 2 أو 3، مامتك أختك صاحبة ليكي بتثقي فيها جدا، لكن مش كل الناس تدخل أوضتك. تاني حاجة مش أي حد يديكي مشروب تشربيه، خلّي بس المشروب اللي هتشربيه تكون مامتك أو أختك عاملاه بإيديها، وده هو المشروب اللي تشربيه، ولو في مشروب الناس بتقدمه لِك عشان تتصوري بيه، يا دوب بس اعملي كأنِك بتشربي لكن ما تشربيش. تالت حاجة، الحاجات اللي في أوضتك حاجات شخصية أنتِ استخدمتيها حابة ترميها، كلينكس، حاجات مثلًا كانت عندِك وأنتِ عايزة ترميها، اسمعي كلامي وما ترميهاش في باسكت الأوضة وتمشي خلاص تخرجي يعني تروحي بيتك. خدي الحاجات دي معاكي في كيس وارميها في باسكت بيتك بإذن الله علشان ما تضمنيش حد يدخل يعمل فيها حاجة. أنا مش بخوفك، بس خليكي في السيف سايد علشان في نفوس كتيرة مش حلوة. وأهم حاجة في أول اليوم شغّلي بدل ما يبقى أول اليوم بادئ بأفراح ومهرجانات وكده، شغّلي سورة البقرة على خير، خلّيها تخلص ربنا يتمم لِك بألف خير، وأنا متأكدة إن شاء الله أكيد هتبقي أحلى عروسة.